مصعب ابن عمير. هذا الرجل من بني عبد الدار، يعني من بيوتات قريش الكبيرة والمشهورة. النبي صلى الله عليه وآله وجه هذا مصعب إلى يثرب، هيئ الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هيئ الأوس والخزرج، وأتى بهم في البيعة الأولى والبيعة الثانية اللي هم يسمونها العقبة الأولى والعقبة الثانية. ولم يكتفي مصعب حتى هيئ الأرضية إلى قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة. كان حتى يقيم صلاة الجماعة ويوجه الناس، كان يدعو إلى الإسلام، واستطاع بمفرده أو كان أحد أو اثنين معه. فهذا الشخص اللي هو شاب أحبابي، هذا استطاع أنه يجلب رسول الله من مكة، يخرجه من مكة إلى المدينة بفضل هذا الشاب. استشهد في معركة أحد. فهناك من الصحابة أحبابي حقيقة يرفعون الرأس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يثبتون مع محمد وآل محمد ببركة الصلاة على محمد وآله.